مرحبا بنات، يابا نصبح بهذه الغزالة اللي كسرتها ناياتي. لقيتها صعدة على الميز بنات، شوفوا لي الحركات ثم وقعتها وكسرتها. البنات ما مخليه بيها شي. شوفوني شو تسوي هنا. أنا وقفت هناك بعيد تدري بنفسها غلطانة، لأن قلت لها ليش كسرتيها نايات ماما، ليش هيجيني؟ راحت هناك. فبعدين ايش سويت؟ عاد لزقتها اني ما رهمت، ردت خليها صمر خليها شي ما رهمت، اخي شي شلتها ذبتها بالزبل. هنا جربت ناياتي العلاج قبل ما يبلش يومي، وبديت اسوي البيض. انا مود اسوي لهم ريوق. اليوم مشتهين بيض وعليه جبن موزاريلا، ونسوي ريوق بغدادي جميل ولطيف. بهذا الصباح الجميل خليت جبني الموزاريلا بنات، وهيك صار اليوم ريوقنا. شوفوني الأجواء الحلوة بهاي الصينية الجميلة، وهنا دا أصب لهم شاي. شوفوا الإيدينات نايش عشان نجرب البيض. فأنا صبيت الشاي بنات وبدينا نتريق، ورديت أشغل لهم خضرة شاي خضري. بس ما طلعت كويها بالتصوير. فأنا بنات عنايات لبست هدي داشة حلوة هم حتى ترهم ويا الأجواء. وهنا غسلتهم مواعين بنات بسرعة بسرعة، ردت أخلصهم حتى أخلص كم شغلة حبايب. ولقيت نايات مسوية المصيبة الثانية اليوم، هم مشخبطة الكاونتر. مسحته ورحت على مود شوية يعني أخلص من مصايبها اللي دا تسويها، قعدتها بالسيارة هنا وشوية لعبتها بيها، وضيت أفر بيها يمنى ويسرى لأن هي أصلا ما تشتغل السيارة، وحضرت لها ألعابها حتى تلعب. طبعا هي فرحانة من البارحة اليوم بهاي اللعابة، كلش حبتها كلش. فهنا بنات شغلت التلفزيون، اخوانها ظلوا يتعاركون وياها، يقولوني احنا نريد سيارات، واحد يريد ما ادري شنو، وهي تحب بس ماشا والدب وشان ذا الشي. فاخر شي بالقوة قنعتهم وشغلت لها ماشا والدب. بقول هذا شلون ضايج. مخلي ايده على راسه، والثاني يحكي ويدردم شلون وشلون ما شغلتي لي سيارات، انا اريد سيارات. وانا اقول لهم ما يصير اخذتكم خطيه. فهنا بديت أكنس البيت كنسة سريعة، وعطرت الأرضيات، وبعدها مسحت مسحة سريعة من النوم. لأن البيت نظيف، أنا يوميا إيدي بي أمسحه أكثر من مرة باليوم. جلفت الطباخ وسويته بنات بهذا الشكل، صار يلمع لمع. فهنا بنات لقيتهم شو بيسوون من مصيبة اخوانهم مقشرين اللاينج وتارسين الاستقبال بيه. قلت لهم هسه كلكم تقعدون تلموا لي اياه. فنايات دا علمها قال يلا ماما شي قشر هيجي، ويا عاد تصلي القشرات. هنا جبت لها سناك خفيف تاكله، وبعدها نومتها. وبديت اسوي كيكه، قلت ما طولها نامت. حضرت 3 بيضات وبرتقالة ابرشها وجوز الهند وظرفين بيكنج باودر وظرفين فانيلا وشكر نص جلاس وطحين بنات، حتى اسوي لهم الكيكه. اليوم هم روحهم رايحه على الكيكه. وطبعا ما انسى قلاص الحليب، سويت قلاص حليب هماتين وزيت بس ما طلع بتصوير. فانا بنيان طقيت البيضات وبديت اخبط بيهم لانه عطلان العجانه مالتي. فاجيت بعد ما نخبطه وخليت الشكر حبايب، وضفت عليه ظرفين الفانيلا هماتين، وخبطتهم كلش زين بنات. هنا دا أتعارك ويا جهالي أيضا أهم صوت. وأختها نايمة جيت ضفت ظرفين فانيلا بنات، وبعدها ضفت القلاص حليب وخبطتهم كلش زين، وخليت الطحين وفوقها ظرفين بوكن باودر، وخليت هي الصحاح بنات أحبه، وخليت جوز الهند وبرشت عليهم البرتقالة بهذا الشكل. خبطتهم كلش زين وخليت قلاص، لا نص قلاص زيت بنات، نص قلاص مو قلاص. وبعدها رشيت القالب، دهنته بالراشي ورشيته سمسم، وضفت الخليط ودخلته للفرن بنات على درجة حرارة 170 بس من جوا، وصارت بهذا الشكل حبايب. شوفولي شلون هشة وجميلة، وشوفولي منظرها رائع. طبعا صارت هشة وتجنن. طبعا لهنا خلص الفيديو حبايب، اشوفكم بخير والسلامة، باي باي.